ناوي تشتري موبايل فلاج شيب او بمعنى اخر غالي، يبقى الفيديو ده ليك يا معلم. مؤخرا لاحظت ان في فئه كبيره قوي من الناس بتتجه دايما لاغلى موبايل موجود في العالم كل سنه. في الوقت الحالي موجود ال 17 برو ماكس من ابل او ال S25 الترا من سامسونج. بس بغض النظر وبعيدا عن البراندات اللي بتقدم موبايلات باسعار مرعبه، كلامي هنا عن الفئه اللي دايما تشتري اغلى موبايل موجود في السوق. بالمناسبه الغريب ان عين كان سعره كام مش فارق مع الموضوع قد ما يكون معاه اغلى موبايل موجود في السوق. وللاسف اغلبهم بيهتموا بالشكل العام او الواجهه الاجتماعيه. شريحه ضخمه جدا فعلا بتركز على البرستيج ومش بيركزوا تماما على حته مهمه جدا، وهي ان الامكانيات اللي هيقدمها لك الموبايل ده هل هتستفاد منها ولا لا. متاكد ان الفيديو ده هيفيدك بشكل عام، فاعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو وصلي على النبي ويلا بينا. في البدايه خليني اقول لك ان احنا في زمن فعلا مقتنع اقتناع تام ان الناس حاليا بيقيسوا فيه قيمه الشخص بالموبايل. الناس حاليا بقت شايفه ان الموبايل هي الحاجه الوحيده اللي بتحدد مكانتها في المجتمع. يعني مش عشان الامكانيات او المواصفات اللي الموبايل بيقدمها انا هروح اشتري الموبايل، لا دلوقتي الموضوع اختلف تماما. دلوقتي انا عايز اروح اشتري الموبايل علشان مش عايز ابقى اقل من الناس. بقول لك ايه، تعال احكي لك قصه واحد ملياردير حرفيا. هو مش مليونير، لا ده ملياردير، تفرق كتير قوي. الشخص ده اسمه ايفان جلوس، عنده 75 سنه، وده استنادا على ويب سايتس كتير قوي وموثوق فيها جدا، رئيس انديه كرويه وقنوات اعلاميه ومصادر تانية كتير لها اسم. وده ناتج عنه طبعا ان هو بيمتلك ثروه عملاقه. ومش بس كده، لا ده من ضمن اغنى 1000 شخص حول العالم. ثروته بتوصل ل 5 مليار دولار تقريبا. الشخص ده معلم ظهر في وقت ما كان ماسك موبايل من ابل، مش 11 برو ماكس بقى ولا 12 برو ماكس، الموبايلات اللي هي القديمه دي، اللي هي دي نقطه تعجب كبيره قوي. الراجل ده لو عايز يمتلك اغلى منتج موجود في العالم هيعمل كده ومش هيبقى عنده اي ادنى مشكله. هو اوريدي ملياردير فمش هيفرق معاه كام الف هيدفعهم في موبايل مثلا. ثروته دليل على ده. في شريحه كبيره قوي من الناس فسرت الموضوع بانه والله ده شخص متواضع ومش فارق معاه حته الشكل وبتاع. فئه تانية من الناس فسرت الموضوع ده بانه والله الراجل ده بيستخدم موبايل قديم، علشان بالمناسبه الموبايل ده كان 8 بلس او 7 بلس، المهم يعني الموبايل ده قديم جدا. الفئه التانية فسرت الموضوع ده بانه والله الراجل ده بيستخدم موبايل قديم علشان اكثر امانا وما فيهوش تتبع بالذكاء الاصطناعي او الاي اي. ودي حاجه طبعا هتفرق كتير قوي مع راجل تقيل بالشكل ده، بس طبعا ده علميا مش دقيق. طيب هل الحكايه وقفت على انه ماسك موبايل قديم وبتاع؟ الحقيقه لا. في نفس الصوره بتوضح ان هو بيستخدم سماعات سلكيه مش ايربودز مثلا من الفئه الرائده او حتى الفئه الاقتصاديه. فواضح ان الراجل ده بيفكر بالعقل مش بالمظاهر. ده معناه ان ايفون 7 بلس او ايفون 8 بلس تمام طول ما الموبايل معاك تمام وبيقدم لك اللي انت عايزه، طول ما هو معاك تمام وبيخدمك تمام. فبلاش تشتري الاسم، اشتري القيمه يا معلم. انا اكيد مش ضد الموبايلات الغاليه، بالعكس انا اكيد على اقتناع تام ان الموبايل الاغلى دايما بيقدم لك فيتشرز او امكانيات اقوى من اللي بيقدمها موبايل بنص سعره. الموبايل الاغلى دايما بيقدم لك سيستم كاميرات افضل، معالج اقوى، ماتيريال اقوى وغيرهم من المواصفات الاساسيه. بس في كام سؤال انا حابب اطرحهم عليك ويجب انك ترد عليهم بكل صراحه. موبايل سعره معدي ال 40000 جنيه مثلا، مش هقول لك 60 ولا 70 ولا 80 حتى علشان ما بالغش يعني. موبايل تاني موجود في الفئه المتوسطه بسعر 15000 جنيه مثلا. انت طبعا في العادي استخدامك بيتمحور حوالين الاستخدام الطبيعي، فيس، واتس، مكالمات، انستا، ولو حبيت تتصور صوره في اي وقت مثلا تنزلها على السوشيال ميديا عادي هتعمل كده. طبعا الموبايل الرائد كده هيقدم لك كل ده. هل الموبايل اللي سعره 15000 جنيه مش هيقدم لك ده؟ اكيد هيقدم لك كل ده. يعني موبايلات الفئه الاقتصاديه هتقدم لك ده. لو اردنا الدقه، لو اتكلمنا تحديدا عن الموبايلات اللي بسعر 7000 جنيه هتقدم لك كل ده فعلا. انا في البدايه طبعا اتكلمت عن الموبايلات الموجوده في الفئه المتوسطه مش اللي موجوده في الفئه الاقتصاديه علشان بس ما بالغش. طبعا الموبايلات الاقتصاديه يعني مش احسن حاجه من حيث التجربه الكامله، علشان كده اتكلمت عن الموبايلات الموجوده في الفئه المتوسطه. بس بشكل عام اي موبايل موجود في الحياه هيقدم لك كل اللي انت محتاجه. وده طبعا مش معناه تماما ان الموبايلات الجديده او اللي سعرها ضخم ما فيهاش اوبشنز بتميزها عن الموبايلات اللي موجوده في الفئه المتوسطه اطلاقا. بس هل انت محتاج المواصفات العملاقه اللي موجوده في الموبايل الرائد ده؟ محتاج موبايل بمعالج A18 مثلا؟ اكيد لا. انت مش مطور العاب يا صاحبي. هل هتلعب العاب كونسول عليه، الالعاب التقيله والكلام ده؟ اكيد لا. هل انت محتاج كاميرا من الكاميرات اللي بتقدمها ابل في موبايلاتها الرائده؟ هل انت محتاج كاميرا 200 ميجا بكسل و100 زوم اوبتيكال؟ انت كمستخدم عادي اكيد لا. انت 99% اصلا من صورك بتاخدها علشان تنزلها على الانستا او على مواقع السوشيال ميديا اللي هم اصلا بيضغطوا الصوره وبيقللوا جودتها، فمحدش هيشوف التفاصيل اللي هتقدمها ال 200 ميجا بكسل دي. انت اكيد بعد ما بتنزل الصوره على السوشيال ميديا انت اكيد بتلاحظ ده. والله انا معايا ايفون فعليا وبلاحظ الموضوع ده احيانا. طبعا معروف ان الايفون كاميرات افضل حاجه يعني شركه ابل بتقدمها في موبايلاتها هي حته الكاميرات. في حاجه كمان الموبايلات الرائده دلوقتي بقت تقدمها تصوير ال 8K. الشركات بتقدم الكواليتي ده دلوقتي في الموبايلات الرائده بتاعتها. خلينا نصرح مع بعض، انت مش مصور سينمائي كده انت كده اصلا ما عندكش شاشه 8K علشان تشوف الكواليتي ده اصلا. غير كده ان الدقيقه الواحده بتستهلك عدد كبير قوي من الميجا بايت، فهي كده اصلا مش مستخدمه. مين اصلا هيتفرج على 8K يا معلم؟ حتى لو انت منشئ محتوى مثلا وحاولت تصور بالكواليتي ده، هل اللي هيتفرج عليك هيشاهد الفيديو بالكواليتي ده او على الجوده دي؟ بنسبه 99% لا. طيب يا عم سيبك من كل الكلام ده لو انت لسه مش مقتنع. المعالج بقى،
والتصوير والكلام ده كله فكك منه دلوقتي. خلينا نتكلم في حاجه كمان، حته الماتيريال المستخدمه في الفلاج شيب زي ماده التيتانيوم اللي كانت ترند من فتره وكلنا انبهرنا بيها طبعا، والديزاين المميز والى ما ذلك. يعني انت اكيد هتحس بالفخامه بس ده لفتره محدوده جدا، دقايق معدوده حرفيا ومش هتحس بالفخامه دي تاني، علشان انت اصلا اول لما بتشتري موبايل اول حاجه بتعملها سكرين بروتكتور وكفر للموبايل. يعني منطقي، ما تحاولش تقنعني انك هتمشي بالموبايل من غير الكلام ده. انت عارف وانا عارف ان الاكسسوارات دي مهمه جدا وبتحافظ على الموبايل طبعا، تدافع مبلغ كبير وبتاع، فمش هيفرق معاك الشكل والفخامه قد ما هيفرق معاك محافظتك على موبايلك. طبعا انت اشتريت الموبايل وحطيت له كفر، فبالتالي مش هتحس ب1% حتى من ماده التيتانيوم اللي انت اصلا دافع ثمنه. يعني انت حطيت جراب للموبايل وقفلت عن حته التيتانيوم خالص اللي انت المفروض دافع ثمنه. سيبك من كل ده، الموبايل الغالي بيقدم 240 ميجا بكسل مثلا، بالرغم من ان عدد قليل قوي من الموبايلات اللي بيقدم الفيتشر ده. هل انت كمستخدم عادي هيفرق معاك اصلا تشتغل على ال 120 هرتز؟ يعني انت لو جيمرز او كل اهتماماتك متوجهه للجيمز كمستخدم عادي هيكون بالنسبه لك 120 هرتز رقم مناسب جدا. 60 هرتز انا شايف ان هو رقم كويس كمان، وبالمناسبه موبايله اصلا 60 هرتز مش 120 هرتز كمان. بس بشكل عام وبغض النظر عن موبايله طبعا، كل الموبايلات دلوقتي سواء اقتصادي او فئه متوسطه او حتى رائد بيدعموا ال 120 هرتز. قرارات الشراء لازم تكون مبنيه على حاجات حقيقيه ومهمه بالنسبه لك وهتفيدك دايما، مش بسبب ضغط اجتماعي. مش مبرر ده يا معلم تماما. التكنولوجيا بتتطور فعلا ولكن احتياجاتك ممكن تكون ثابته. او لو هتقارن جيل جديد مثلا بجيل قديم نسبيا زي الايفون 16 والايفون 17، ابل اكبر مثال على كلامي ده، او اكبر مثال للاطار اللي انا بتكلم فيه. سامسونج بلاش ابل، سامسونج كل سنه بتنزل باصدارات جديده، فابدا قارن كده يا معلم الاس 25 الترا مثلا بالاس 24 الترا، هتلاقي الفروقات طفيفه جدا. ابجريد حصل في الكاميرات مثلا، او بعض المميزات اللي هتكون موجوده في الجيل الجديد مش موجوده في الجيل اللي قبل كده. الفروقات ما زالت مش كبيره للدرجه اللي تخليك تروح تجدد فعلا، او انك تروح تجيب احدث موبايل موجود. 90% من الناس اللي ماسكه الاس 24 الترا المميزات اللي موجوده في الاس 25 الترا انت كده كده مش هتحتاجها بنسبه كبيره قوي، يعني انت مش هتحتاجها. يعني لو هنتكلم في حته المعالج مثلا، حته المعالج كل سنه بيحصل فيها ابجريد طفيف جدا. انت كمستخدم عادي مش هتحس بالفرق ده تماما، هتحس بالموضوع لو حطيت الموبايلين مثلا في مقارنه من حيث الارقام، لكن كتجربه فعليه انت مش هتحس بالفرق ده حقيقي. انت مش هتستغل 70% من قدرات اي موبايل سعره غالي. امكانيات جباره فعلا بتقدمها لك الشركات في موبايلاتها، بس انت مش هتحتاجها، انت كمستخدم عادي مش هتحتاجها. والمميزات برضو اللي بيقدمها الموبايل الغالي مش ضروريه، فاهم؟ قبل ما تاخد قرار الشراء في موبايل غالي اسأل نفسك سؤال بسيط، هل المواصفات او الامكانيات اللي بيقدمها الموبايل الغالي ده هل انا هستفيد بيها؟ اكيد لو جاوبت بنعم اكيد طبعا ما تترددش ابدا انك تاخد خطوه الشراء. لو شايف فعلا انك محتاج موبايل قوي لغرض معين، مونتاج مثلا، تصوير احترافي، ممكن تروح تشتري موبايل فلاج شيب عادي جدا، بس ده مش معناه انك تروح تجدد كل سنه. اخيرا الموبايل الاداء مش انجاز، خلي ده دايما في دماغك. ولو حالتك الماديه كويسه طبعا عيش حياتك يا معلم. لو عايز تجيب احدث اصدار كل سنه اعمل كده تمام عادي. انا اتكلمت في الموضوع ده بشكل عام، او اللي خلاني اتكلم فعلا عن الموضوع ده تحديدا لاحظت مؤخرا ناس كتير قوي بتدخل في جمعيات وبتحط نفسها في ظروف صعبه جدا بسبب ان هم يشتروا موبايل غالي، وده شفته على ارض الواقع حقيقي. يعني في ناس قريبه مني عملت كده. بلاش تدفع مبلغ كبير على ارقام انت اصلا مش هتستخدمها، اشتري الاداء اللي على قد شغلك. بس كده ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. قول لي رايك تحت في الكومنتات، رايك مهم جدا بالنسبه لي طبعا. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، كومنت حلو لو لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.